السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد العجين كيجي رائع جدا، كيجي كي بحال القطن لاي نوع من انواع ديال المملحات، البيتزا، المسمن المعمر في الفران. المهم هذا العجين هذا معتمد عجين كيجي رائع جدا. ان شاء الله غنبدا معكم في الطريقه والمقادير في نفس الوقت. هنا عندي تقريبا 5 كيسان عامرين ديال الدقيق النوعيه الجيده. 5 كيسان. دائما كنتاكدوا النوعيه الجيده، اولا كنديروا داك الدقيق ديال الحلوى. كنديروا شويه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال الخميره، يعني الخميره الفوريه. عندي معلقه صغيره ديال السكر سنيده على حسب الرغبات. السكر يعني تقدروا ما تضيفوه، هو كيسرع العمليه، يعني كيتفاعل مع الخميره كتسرع العمليه ديال الاختمار، وكذلك يعطينا واحد اللون في العجين. عندي 2 معالق ديال الحليب بودره، وعندي 4 كاس ديال زيت الزيتون. فكما قلت لكم هذا العجين كيجي رائع جدا، يعني كيجي رطب ومقطن، كيجي هشيش، والمملحات ديالنا كيجيو رطبين. كنحاولوا نخلطوا دوك المكونات، كنعجنوا بالماء دافي، كنعجنوا مزيان، كندلكوها مزيان. بعد ما كنجمعها وكنعجنها مزيان، كندهنها بشويه ديال زيت الزيتون، وكنديرها في شي اناء وكنخليها تختمر. يعني شحال من واحد كتجي البيتزا اولا المملحات كيجيو من بعد ما كيطيبوا كيخرجوا من الفران كيبسوا، اولا كيجيو العجينه كتكون قاصحه، اولا فهاد العجين هذا كيجي رطب وزوين. كما قلت لكم غنخليو هاد العجينه هذه تخمر لينا. بالنسبه للحشوه، راه الحشوه على حسب الرغبه ديال كل واحد. اليوم ما شاء الله ما شاركتش معكم الحشوه. الهدف من هذا الفيديو هو هذا العجين، اولا نوريكم عجين اللي كيكون ناجح وكيجيو فيه المملحات رائعين، كيبقاو رطبين وكيجيو زوينين. كما قلت لكم بالنسبه للحشوه راه على حسب كل واحد والموجود عنده في البيت، اولا الرغبه ديال كل واحد. هنا هذا العجين هذا غنقسمو على 3 ديال الكرات وغنشكلهم. انا بهذا العجين انا غندير ان شاء الله اليوم ميني باغيت معمر، وانتم تقدروا ديروا فيه اللي بغيتو، اولا ديروا به مسمن معمر في الفران، ديروا فيه بيتزا، كيجي اي حاجه كتجي فيه زوينه. العجينه كتكون رطبه كما كتشوفوا معايا، كتكون زوينه، يعني ضروري تكون مدلوكه. انا قسمتها على 3 غنشكلها معكم. كما قلت لكم انا غندير ميني باغيت معمر. بالنسبه للحشوه كما قلت لكم في الاول انا ما شاركش معكم الحشوه، يعني عندي هنا حشوه عاديه غير الدجاج والخضره والشعريه الصينيه والزيتون. نتوما تقدروا ديروا اي حاجه بغيتو اولا اللي موجود عندكم في البيت. انا غنوريكم فقط يعني طريقه باش درت هذا الميني باغيت معمر. يعني هنا الدجاج المشحر مع خضيره وشعريه الصينيه. اللي بغى يشوف الطريقه ديال هذه الحشوه راني سبقت وحضرتها معكم في الفيديوهات اللي قبل. يعني كنشكلوا عجينه على كويرات كما كتشوفوا اولا دوائر، وكنحطوا الحشوه في الوسط وكنجمعوا عليها العجين على شكل طولي كما كتشوفوا معايا في الفيديو. كنحاولوا نساويوها مزيان. فالعجينه كتعطينا الضوء، يعني ما كنلقاوش معها مشكل ملي كنخدموها، راه كتجي مزيانه. غنعاود ندير معكم واحده اخرى. الحشوه هي هذه كما قلت لكم، فيها غير الخضره، خيزو، كورجيت، الشعريه الصينيه، الزيتون والدجاج. نتوما تقدروا ديروا اي حشوه بغيتو اولا اللي موجود عندكم في البيت. هاد الميني باغيت كيجيو رائعين جدا
كيجو رطبين، كيجو هشاش، واخا يعني يبقاو يعني واخا نطفو عليهم الفران او نخرجوهم يوجدوا كيبقاو لينا رطبين. هي من الاحسن منين كتوجدوا هاد المملحات او اي نوع ديال المملحات وباقي الوقت على انكم تاكلوهم، كتحطوهم في مثلا شي بواطه ولا شي حاجه وكديروا فيها شي منديل وكتحطوهم وكتغطوهم مزيان وكتسدوا عليهم كيبقاو رطبين. هنا كنحطهم في اللاطه. غادي ناخذ بيضه كامله وغندير عليها واحد شويه ديال الحليب، واحد القطيره ديال الحليب يعني ماشي بزاف غير قطرات، وغادي نطرب هاد البيضه مزيان وغندهن هادوك ميني باغيت غندهنهم. اللي عنده جنجلان يقدر يدير شويه ديال الجنجلان، اي نوع ديال الزراري تقدروا ديروهم فوق منهم وتدخلوهم الفران كيكون سخون العافيه من التحت ومن الفوق حتى كيطيبوا لينا ويتحمروا وكنخرجوهم. انايا الكميه اللي عندي تقريبا خرجت ليا 19 حبه هاد العجين هادي. يعني الحجم ديال الميني باغيطه ولا الباغيطه كتكون متوسط، يعني الا درتوهم صغار من هادو راه غتخرج لكم كميه اكثر، درتوهم كبر من هادو كتكون الكميه اقل. هنا عندي الحجم ديالهم كيكون متوسط، لما ندخلهم الفران حتى كيطيبوا ونرجع معكم. النتيجه النهائيه ديال هاد الميني باغيت هي هادي. راه كيجوا رائعين جدا لا في المذاق ولا في الشكل ديالهم، كيكونوا رطبين وهشاش. يعني هاد العجينه رائع جدا. جربوا غيولي معتمد عندكم في المملحات ديالكم، خصوصا في هذا الشهر الكريم كنستعملوا اولا كنستهلكوا المملحات بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو ويجيكم خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش اختكم من تعليق وجيم على الفيديو باش تعم الفائده ان شاء الله. وبسلام عليكم ان شاء الله الى فيديو قادم.